فعلا في الزمن ده الواحد ما يديش الأمان لحد، ولا حتى بالكلمة، ولا حتى بأي حاجة. هقول لكم على موقف حصل ومستنية تقولولي هل ده طبيعي ولا برضو أنا اللي مطورة الموضوع. أخويا لسه خاطب جديد وجالي زيارة هو وخطيبته. أنا بصراحة كنت لسه مجددة شقتي ومحدثاها، والحمد لله ربنا أكرمني في اختياراتي ومختارة حاجات حلوة جدا. طبعا جم عندي عشان لسه خاطب جديد، وعملت لهم عزومة حلوة جدا وقمت بالواجب معاهم، وطبعا قعدت أفرجهم على الشقة وعلى الحاجات الجديدة اللي أنا عملتها في الشقة. لكن صدمتي بقى في اللي حصل واللي انا هقول لكم عليه دلوقتي، ان انا دلوقتي اكتشفت بعديها لما خلاص العفش اتجاب بتاع اخويا والحاجات ابتدت تتظبط في البيت وخلاص هو المفروض خلاص داخل على جواز. طبعا افاجئ ان كل او اغلب الحاجات اللي جابها من الحاجات اللي موجودة عندي في البيت. الحاجات اللي انا جددت بيها شقتي حاجات ما تختلفش خالص عن الحاجات اللي هو جابها عنده في البيت. طبعا انا اتصدمت في حاجة زي كده، وبصراحة ما كنتش هقدر ان انا اسكت. اتكلمت وقلت له سبحان الله، ده انت الحاجات اللي انت جايبها هي الحاجات اللي عندي في البيت. طبعا رد وقال لي طب وايه المشكلة يعني؟ خطيبتي واحنا بنتفرج وعجبها الحاجات دي، ايه المشكلة عندي او عندك؟ قلت له بس المفروض على الاقل يعني يكون في اختلاف، ما يكونش حاجات تفصيليا، ما يكونش لون حتى دهان الشقة نفس دهان الشقة عند اختك. يعني انا مش فاهمة، يعني مش معقول اللي حصل ده وانت نفسك ما قلتلهاش. يعني انت نفسك فين دورك ان انت تقول لها ان اختي لو شافت حاجة زي كده طبعا هتقول ان احنا طبعا او انت بتغيري منها؟ ما هو ده اللي هيتفهم طبعا. لقيته بيقول لي لا انتي ما تاخديهاش بالمحمل ده، لا عادي، ايه المشكلة يعني؟ هي عجبها وانا لبت لها اللي هي عايزاه او لبت لها رغباتها يعني، وجبت لها الحاجات دي، ايه المشكلة في كده؟ طبعا انا زعلت من حاجة زي كده. وطبعا لما روحت البيت وقعدت واتكلمت انا وجوزي قال لي خلاص ايه المشكلة يا ستي عادي، حاجات وعجبتهم عندك وراحوا وقلدوها، انت مكبره الموضوع كده ليه؟ قلت له ايوه طبعا اكبر الموضوع لما خطيبته تعمل حاجه زي كده وهو يوافقها على حاجه زي كده، يبقى من البدايه كده باين ان في غيره، ان انت كده بتغيري مني انت وهو كمان، لان هو يوافقها على حاجه زي كده يعني هو عادي بالنسبه له ان كل حاجه هيشوفوها عندي هيروحوا يجيبوا زيها من البدايه وهي باينه اهو. يعني انا هل انتوا شايفين انا فعلا مكبره الموضوع؟ انا مكبره ولا ده الطبيعي ان اي حد هيفهم حاجه زي كده؟ وهي الغريبه خالص ان هي واخده الموضوع ببساطه وهو كمان واخد الموضوع ببساطه جدا. بصراحه انا من جوايا خايفه ان انا اعزمهم عندي، لان كل حاجه هيشوفوها عندي هيقلدوها، اذا كانت في دهان الشقه واذا كانت في كام حاجه انا جبتها في الشقه لقيتهم جايبين زيها بالظبط. طب ازاي يعني؟ مش فاهمه. هو خلاص الاختيارات خلاص راحت، الاذواق خلاص راحت، يعني المفروض يبقى ليكي ذوقك الخاص، بلاش ان انت يبقى ليكي ذوقك الخاص على الاقل يعني علشان خاطر انا ما افهمكيش غلط، ده الطبيعي يعني. لكن اكلم اخويا الاقيه يكلمني بمنتهى الروقان البال ويقول لي ايه المشكله يعني؟ انت اللي مطوره الموضوع، انت اللي مكبره الموضوع. يا جماعه وانتوا شايفين فعلا ان انا مكبره حاجه زي كده، ولا ده صرم منها زي ما بيقولوا، او ده غيره منها من بدايه حتى ما تخش في عيلتنا وهي كده وبتعمل كده مع اخته، ان هي كل الحاجه اللي موجوده او كام حاجه اذا كان دهان الشقه او في حاجات في ديكورات او حاجات انا جبتها في البيت اروح افاجئ ان هم عملوا حاجات شبيهه ليها. فطبعا حاجه زي كده انا مضايقاني جدا، وبصراحه ما بقتش بلعاها، وبصراحه اكتر مش عايزه ان انا اخليها انها تتعزم عندي. مش عارفه هو انتوا شايفين ان انا فعلا مكبره الموضوع ولا ده الطبيعي وان انا ماشيها عادي ولا ايه بالظبط، ولا التعامل معاها هيكون ازاي؟ لان بجد البداية كده معاها مش مبشرة بالمرة.